يعد استخدام نبات الآذريون أو بقورية طبية أسلوبا عريقا لتقوية الجسم وعلاج الكثير من الأمراض، وتستخدم زهور الآذريون لإضافة لون إلى السلطات أو إضافتها إلى الأطباق كزينة بدلا من الزعفران. ويدخل هذا النبات في صناعة صبغة الأقمشة ومستحضرات التجميل، ويعمل أيضا كطارد للحشرات. وإن أردت تفاصيل هذه الاستخدامات واستخدامات أخرى أدعوك لمشاهدة الفيديو إلى الآخر لتستفيد أكثر. حياكم الله متتبعي قناتنا الأزهار والأشجار أينما كنتم وأينما تواجدتم، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اضغطوا على أعجبني كتشجيع لنا لنشر المزيد، وحركوا الجرس ليصلكم كل جديد، واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا من قبل فضلا منكم وليس أمرا. وسنبدأ بموضوع الاستخدامات العلاجية والطبية لنبات الآذريون بعد هذا الفاصل. ومن أبرز فوائد واستخدامات هذا النبات فيما يلي: فتلاته الزاهية علاج ممتاز للجلد الملتهب والمتورم، حيث تساعد خصائصها المطهرة والعلاجية في الحد من انتشار العدوى وتسرع في الشفاء. والأزهار أيضا منظفة ومزيلة للسموم. ويستعمل زيت الآذريون كمضاد فعال للفطريات والالتهابات، ومن ضمنها قرحة ال12 والأمعاء والقولون. كما يستعمل في علاج كثير من أمراض النساء، وخاصة التهاب المهبل وتشققات حالمة الثدي، ويعمل كمنظم للحيض ويزيل ما يرافقه من آلام، على أن يشرب قبل موعد الحيض المنتظر ب8 أيام، على أن يؤخذ ملعقة من أزهار الآذريون ويضاف لها ملء كوب ماء مغلي ويترك حتى يبرد، ثم يعطى منه ملعقة كبيرة كل ساعتين. وأيضا يستعمل المستحلب لمدة طويلة في علاج سرطان الرحم. ويصنع من النبات مرهم يعالج الاحتقان في أصابع القدمين الناتج عن تعرضها للبرد، وعلاج تشققات اليدين. ويستعمل مستحلب الأزهار لاحتوائها على هرمون جنسي لمعالجة الضعف الجنسي عند الذكور. كما تنقع ضمادة في نقيع النبات ثم توضع على الجروح البطيئة الالتئام أو على التقرحات الدوالية. يضاف من 5 إلى 10 نقاط من زيت الآذريون إلى ماء الحمام لعلاج القلق العصبي والاكتئاب. وتستعمل التويجات خارجيا لمعالجة بعض الالتهابات الجلدية. ويعتبر الآذريون منظفا جيدا للكبد وللمرارة، ويمكن استعماله لعلاج المشاكل الخاصة بهذين العضوين. ويمكن صناعة مرهم من أزهار الآذريون من خلال هرس أزهار النبات إن كان طازجا، أو سحقها إن كانت الأزهار جافة، وتمزج مع زبدة الماعز غير المملحة، ثم يستخدم دهانا لعلاج الاحتقان في أصابع القدمين والقروح التي تحدث في المقعدة أو الكتفين أو كعب القدم عند المرض. والآن سنتحدث عن زيت الآذريون وفوائده واستخداماته بعد هذا الفاصل. عندما لا تهدأ الحكة الناتجة عن لدغة الباعوض، ضع زيت الآذريون مباشرة على اللدغة، سوف تهدئ الحكة ويقل الإحمرار والالتهاب، وسوف يساعد في حمايتك من العدوى. وإذا كنت أو كنت تعانين من فروة رأس جافة ومتهيجة، فابحثي عن الشامبو والبلسم المصنوع من زيت الآذريون. يمكن أن تساعد خواصه المضادة للفطريات في علاج قشرة الرأس، وباستخدامه سوف تصبح فروة رأسك أكثر صحة. تمتد هذه الفوائد إلى شعرك أيضا. لقد ثبت أن زيت الآذريون له خصائص متجددة ترطب وتساعد شعرك على النمو لفترة أطول وأقوى، وتحميه من العوامل البيئية الضارة.
قد تجعل خصائص زيت الآذريون في التئام الجروح خيارا جيدا في علاج الصدفية، ولكن لا يوجد أي بحث حول هذا الأمر حتى الآن. يمكنك محاولة تطبيق زيت أو بلسم الآذريون على المنطقة المصابة عدة مرات كل يوم وتجربة النتائج بنفسك. والآن سنتكلم عن أضرار ومضاعفات عشبة الآذريون. رغم الفوائد العديدة المحتملة لعشبة الآذريون، إلا أن استخدامها في بعض الأحيان قد يسبب بمجموعة من الأضرار ومضاعفات صحية، والتي تشمل ما يأتي: الإصابة برد فعل تحسسي، لا سيما إذا كان الشخص الذي يقوم باستخدام عشبة الآذريون مصابا بحساسية تجاه بعض النباتات أو الأعشاب التي تنحدر من ذات العائلة النباتية مثل البابونج، أو عند استخدامها على الجلد الأطفال. مضاعفات محتملة عند استخدام عشبة الآذريون من قبل المرضعة أو الحامل، إذ قد تسبب عشبة الآذريون الإجهاض، تفاعلات سلبية مع بعض أنواع الأدوية مثل الأدوية المهدئة أو المخدرة، والأدوية الخافضة لضغط الدم، والأدوية الخافضة لسكر الدم، والأدوية الخافضة للكوليسترول. والآن سنتكلم عن استخدامات الغذائية لنبتة الآذريون بعد هذا الفاصل. نظرا لاستعمالاته الكثيرة لتلوين الغذاء، سمي بزعفران الرجل الفقير. البتلات صالحة للأكل، ويمكن استخدامها طازجة في السلطات أو مجففة، واستخدامها لتلوين الجبن أو كبديل للزعفران. تتمتع الآذريون بطعم حلو معتدل ومرير قليلا، ومع جفافها تصبح هذه النكهات أكثر كثافة. يمكن استخدامها لإضافة اللون إلى الحساء واليخنات وأطباق الدواجين والمشروبات وفي المرق والحساء. وبتلات زهرة الآذريون صالحة للأكل كذلك، والأوراق كذلك هي صالحة للأكل، ولكنها في كثير من الأحيان ليست مستساغة. ويستخدم النبات أيضا لصنع الشاي، وكذلك يستخدم النبات الغد قبل تفتح الأزهار. وأما الآن سنتكلم عن مواصفات هذا النبات. هو نبات عشبي ينمو في البساتين وأطراف الطرق، ويبلغ ارتفاع الساق ما بين 40 إلى 60 سنتيمتر، وأوراقه بيضاوية مسننة الأطراف ومكسوة بشعيرات دقيقة، والأزهار صفراء أو برتقالية اللون. ولنبات الآذريون استخدامات أخرى، منها استخدام آذريون كصبغة صفراء طبيعية لتلوين الصوف والملابس الأخرى. وتستخدم بتلات الآذريون كمواد تلوين في منتجات العناية الشخصية والتجميل. وفي العصور التاريخية كان الآذريون يستخدم في كثير من الأحيان لأغراض سحرية أكثر من الأغراض الطبية. استخدم الرومان واليونانيون القدماء الآذريون الذهبي في العديد من الطقوس والاحتفالات، وكانوا يرتدون أحيانا تيجانا أو أكاليلا مصنوعة من الزهور. وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.